كل الاطفال بيحبوا اللعب والتنطيط الكتير. في يوم من الايام طفلك قاعد يلعب مع اولاد الجيران في الشارع كالعاده، وفجاه وقع على الرصيف فسنته اتكسرت او وقعت كلها. ده بيحصل كتير جدا جدا. خلي بالك من النقطه ديت. ربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب واولاد المسلمين، لكن لازم تبقى عارف لو بعد الشر حصل موقف زي ده هتعمل ايه، ولو كان حصل قبل كده وانت ما تعرفش ايه اللي كان المفروض تعمله اعرفه عشان بعد الشر لو حصل تاني. لو طفل من اطفالك سنته وقعت من مكانها فجاه بسبب تروما ايا كان، خبطه، وقع من على السرير وهو نايم، اول حاجه لازم تعملها هتستغرب اللي انا بقوله لك. طبعا لو تقدر تروح لدكتور الاسنان فورا هتروح، لو مش هتقدر المفروض تاخد السنه ديت وتحطها في كوبايه فيها لبن. ليه؟ علشان اللبن هو اللي بيقدر يحافظ على الانسجه بتاعت السنه ديت عايشه لحد ما تروح للدكتور، والدكتور يحط السنه ديت جوه فم طفلك من تاني في مكانها ويبدا يثبتها بسلك او بخيط او باي حاجه او حتى بحشو تجميلي اللي هو فلوبل كومبوزيت، بحيث ان السنه تثبت مكانها. وسبحان الله بعد مرور شهر في التاني في التالت بيبدا الجسم يكون اربطه تاني ما بين العظم وما بين السنه، والسنه دي بتثبت في مكانها تماما، بتبقى سنه عاديه جدا جدا وتبقى قويه كمان وما فيهاش اي مشكله باذن الله. لكن ممكن نلاحظ مع الوقت ومع مرور السنين ان السنه ديت بدا لونها يتغير. هنفهم في اللحظه دي ان السنه دي العصب اللي جواها مات. يعني ايه مات يا دكتور؟ يعني العصب اللي جوه السنه اتلوث. ايوه السنه بقت قاعده في مكانها مظبوط ومسكت في العظم كويس وبقى طفلك قادر ياكل ويقطم ويعيش حياته، لكن العصب اللي جوه السنه اتلوث ودخل له بكتيريا وبالتالي مات. فلما العصب مات السنه بدات مفيش اي بلاد فيزلز موجوده جواها، فبالتالي مفيش اي بلاد بيوصل للسنه او دم بيوصل للسنه، فالسنه ما بتوصلهاش اي غذاء وبالتالي بقت ضعيفه، وعشان كده لونها اتغير وبقت معرضه كمان انها تتكسر. في الوقت ده هتفهم ان انت لازم تعمل للسنه ديت علاج جذور او حشو عصب. وبعد ما تعمل حشو عصب لو كان الطفل كبر وبقى عنده 18 سنه او اكتر تقدر تعمل له في الوقت ده كراون او فينير، حاجه على السنه نفسها بحيث ان انت تحميها علشان ما يجيش عليها وقت في يوم من الايام وتتكسر. مهم جدا طبعا لما تيجي تعمل كراون او الطربوش او وات ايفر انتوا بتسموها ايه، تلبيسه ايا كان للسنه ديت، لازم تختار دكتور بروفيشنال جدا 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 جدا، علشان اصعب تلبيسه او اصعب كراون هتعمله في حياتك هو الكراون اللي في الاسنان الاماميه، وخصوصا لما يبقى سنه لوحدها. انت محتاج تطابق شكلها بنفس شكل الاسنان اللي جنبها علشان ما حدش يقول لك ايه ده هو انت عامل هنا تركيبه، ايه ده هي السنه دي حصل لها ايه، وتدخل كل ما تقابل حد تقعد تحكي له قصه السنه ديت ولما كنت في ابتدائي وقعت مأساة. فالاحسن ان انت لما تختار دكتور يعمل لك تلبيسه، وخصوصا لو تلبيسه واحده او كراون واحد، تختار حد بروفيشنال قوي 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 علشان يقدر يطلع لك كوبي بيست من السنه اللي جنبها او السنه المقابله ليها اللي في الجنب التاني اللي شبهها يعني. اوكي، دي ملحوظه مهمه جدا. واخد لي بالك سيناريو تاني خالص خالص بقى، سيناريو تاني بجد بيحصل عند ناس كتير قوي، بيحصل عند ناس عندهم 25 سنه وناس عندهم 30 سنه. يجي لك راجل شاب في مقتبل عمره اسنانه كلها بتتلخلخ، مش واحده ولا اتنين ولا تلاته ولا خمسه، كلها بتتلخلخ. ليه يا دكتور ده لسه صغير؟ طب عندك السكر؟ لا. طب عندك ضغط او اي مرض؟ برضه لا. امال ليه اسنانك بتتحرك؟ اتاري كان عنده جير موجود على اسنانه، الجير ده فضل يعمل تآكل في اللثه والعظم اللي تحت اللثه، واللثه يحصل لها انحسار هي والعظم وينزلوا لتحت، وبدل ما كان الروت كله متغطي بالعظم والعظم ماسك كويس جدا السنه ومثبتها في مكانها، بقى نص بس الروت او نص الجدر هو اللي موجود جوه العظم، وبالتالي السنه بدات تتلخلخ، وكل ما هياكل عليها اكتر ويقطم السنه هتتلخلخ اكتر واكتر واكتر لحد ما وقعت لوحدها. يبقى هنا السبب كان ايه؟ ان هي اتخبطت؟ لا. ان هو عنده اي مرض او وراثه او برضه لا. السبب كان ان هو كان مهمل ان هو يعمل زياره دوريه لدكتور الاسنان كل 6 شهور ويكتشف ان هو عنده جير، فالدكتور يقول له انت عندك جير محتاج تنظفه، فينظف الجير ده بصفه دوريه. الجير ده يا جماعه من اكتر الحاجات المؤذيه جدا لاسناننا، مشكلتها الكبيره ان هي مش بتضر سنه واحده ولا اتنين، بتضر كل الاسنان مره واحده. عشان كده لازم على الاقل خالص كل سنه نروح للدكتور ونتاكد ان مفيش جير. لو مفيش مش لازم نعمل تنظيف جير، بس على الاقل لو في ولو كميه بسيطه نشيله، علشان ده بيدمر كل الانسجه اللي ماسكه السنه في مكانها، وتبقى السنه سليمه وما فيهاش نقطه تسوس قد كده وتقع كلها. مأساة وحاجه حرام يعني. ربنا اداك امانه لازم تحافظ عليها. يعني ايه سنتك سليمه وتخسرها كلها تماما عشان بس مكسل تروح لدكتور الاسنان يعمل لك تنظيف جير؟ اجراء سهل جدا وبسيط ورخيص. حرام تفرط في كل اسنانك علشان حاجه تافهه زي دي. تضطر بقى طبعا مفيش حل وقتها غير ان احنا نخلع الاسنان اللي بتتلخلخ ونحط زراعات، ومعظم الناس دولت بتلاقي عنده 35 سنه ومحتاج يزرع فك كامل. ما انا قلت لك الكوميونتي كل واحد، فالاسنان كلها بتقع مع بعضها، او يبدا باللي قدام وبعدين اللي ورا وهكذا. تضطر تزرع فك كامل متكامل بسبب الجير. تزرع بقى فك ونتاكد بقى هو العظم اللي موجود ده كافي ولا لا، طب هنحتاج نزرع عظم ولا لا، دي قصه ثانيه محتاجه فيديو تاني نشرحه. اهتم باسنانك بجد في موضوع تنظيف الجير ده، تتاكد
اتاكد ان هو مش موجود عشان ما تندمش. لو انت واحد بقى من الناس اللي حصل لهم مشكله زي دي، اولا ربنا يعوض عليك، ثانيا احمد ربنا ان انت دلوقتي في 2024 بقى كل حاجه ليها حل. احمد ربنا ان ابتلاءك كان في اسنانك، الاسنان سهله الحمد لله والشكر لله، بيتزرع بدلها وبتتعوض، ابتلاء قضاء وقدر. نقدر الحمد لله دلوقتي نزرع فكين كاملين ثابتين تاكل عليهم زلط، احنا في مصر بنقول تاكل عليهم زلط، تاكل عليهم حديد، تاكل عليهم كل حاجه ويعيش معاك ولا كأن كان عندك اي مشكله. بس طبعا ايه، هتدفع فلوس كتير، فحافظ بدل ما يجي عليك وقت من الاوقات وتضطر تدفع. ما تنساش بقى تقول لي في الكومنتات ما حصل كده لابنك، رميت السنه وسبتها ولا لحقتها وديتها للدكتور وعالجتها له. ما تنساش تقول لي برده سبت نفسك لحد ما الجير عمل لك تاكل في كل العظم، ولا الحمد لله لحقت نفسك ورحت للدكتور. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا في فيديوهات جايه. في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك لو كنت واحد من الناس اللي فقدوا كل اسنانهم بسبب الجير، او بعد عمر طويل يعني بقى سنك كبير في السن وعندك السكر فالاسنان وقعت او كانت مسوسه وخلعتها كلها، ايا كان استناني في الفيديو الجاي عشان اقول لك هنعمل ايه بالظبط بالخطوات واحده واحده. اتمنى الفيديو ده يكون عجبك، اشوفكم في الفيديو الجاي. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.